مجمع الأحباب، السلام عليكم. في البداية كنشكركم على تشجيعكم وحبكم لينا، شكرا جزيلا من القلب. وإلا كنتي كتشوفنا ومازال ما انضميتي لمجمعنا، دير أبوني وفعل الجرس باش تولي من الأحباب وباش يوصلك كل جديد. غنبداو من الوقت فاش مول الحكمة طلب من نزار ممثل الداخلة يكتب السر على كل متشارك. موراها وقعت مواجهة ما بين المشتركين ونزار، لأنهم ما عجبهمش داكشي اللي كتب عليهم، وكانوا خايضين في هذا الموضوع ديال الأسرار. حتى لواحد اللحظة قلبوا الموضوع كامل على إيمان ممثلة طنجة وزوجها. كوبل الداخلة هاجم كوبل طنجة باش تا هو ينتمي للحلف اللي ضد برنسيسة وما يبقاش معزول حسب ظني. طبعا هذه كتبقى فرضية. وهنا غيبدا الهجوم مع ممثل الداخلة اللي كل قال ممثلة تارودانت باللي برنسيسة مشات عنده وقالت ليه باللي نورا قالت عليه في البودكاست ما عندكش الجرأة. قلت هاي قلت لي هذا سوق شاب برنسيسة هاي عندك النورة زاد عندك لازم وما عندوش الجرأة باش يهضر معايا ما عندوش الجرأة ما عرفتش شنو عارف واش كدير وجيت نورا وجيت مولات المكياج ياك انا شنو بيني وبين نفسي وقفت هذاك قلت سمحوا لي ما درتها تبقى وقف بلاصتك انا جيت بجد هزار وخرج تجبرتي حسيت بك مشات معايا قالت ديريها قلت لك شوفي فيا طلعت فيها ما تخرج سيتو قالت لك سيدي قلت لها انت ما عندكش الجرأة على معايا وماشي راجل طلع فيها هاتشي اوتوماتيكمون هاتشي انا صافي نعرف نصبغ داك الشيء هاتشي قلتي بحال درت الجرأة انا قلت ما عندكش الجرأة هي اللي قلت لها كان سؤال ما جاوبتش عليه قلت لها انت ما عندكش الجرأة تما نورا أنكرت جملة وتفصيلا، مع أنه كاين فيديو البودكاست والناس كاملة شافت الحقيقة. شكون انا نقول الناس ما عنديش مشكل زعما الناس خرجوا ابخي لي كوبل ولا ما عادي كنقول لك يعني فهمت. الكوبل ديال الداخله الكوبل ديال الداخله كتشوف عندهم شنو الكوبل ديال الداخله كيبانوا لي بلي زعما كيخططوا في الخاوي فهمتي ما عندوش الجرأة. بحال دابا الكوبل ديال الداخله كيدابزوا باش يطيحونا انا وياسين ما عندوش الجرأة يجي يقول لي كنحملكش صعيبه عليه هادشي وقيلا كنحملك صعيبه عليه يجي يقولها لي صعيبه عليه زعما. يعني هنا إيمان عندها الحق. من بعد الموضوع ديال تارودانت نقزات ألمانيا وقالت للداخلة إيمان جات قالت لي هي وعماد باللي نتوما قلتوا ليهم يضربونا بالساروت. تما إيمان قالت ليه ماشي هكا قلتها لك أنا وعماد، قلت لك راهم قالونا علاش ضربوني أنا بالساروت، ضربوا ألمانيا أو تاونات أو كازا اللي عندهم النقاط بزاف. البارح انا سفيان جات عند برنسيسة اوكي في القيصه اللي انا مشاو لي الكوابمان ديال شنو سميتو مع الضغط على حالي قلت لي زعما خويا اسمح لي تشبكي راه غادي نضرب الساروت قلت لها علاش تضربني الساروت انا بدلكم بالالمانيا بدلكم تاونات بدلكم كازا بدلكم انا ما حددتش انا ضربت هذا انني ندافع على نفسي علاش انت غتضربيني انا باش ما تضربش الاخرين انا زعما نضربوا المانيا نضربوا حنا مزيان تما ممثلة ألمانيا بدات تتغوت هي وراجلها في محاولة لإنكار الحقيقة وتكذيب إيمان. وإلا عقلتوا هاد السيناريو فايت دايز قدامنا ملي وقع الخلاف على الغسيل ديال الأواني ديال الطياب، ملي برنسيسة بكات وغوتات باش تثبت الصدق ديالها في هاد الموضوع، وفاس أكدات صدقها، وكذلك مجموعة من اللقطات المسجلة. خليها والله ما بحال تقابلش معاك بحال هيدا لا واحد السنه كنقول صراحه يعني ألمانيا ماشي أول مرة كيحاولوا يزيفوا الواقع باش يبينوا إيمان غلطة، وبالتالي شهادتكم لا يعتد بها، لأن نفس السيناريو فايتين درتوه وهاجمتوا إيمان وهي كانت صادقة. نقطة أخرى دابا، ها حنا عالجنا جوج كذبات لصقوهم ليها، غنمروا لحاجة أخرى. جات ممثلة تونات وبكل جرأة كتقول قبل ما تجي البرنامج شافت التيك توك ديال إيمان وعماد، ومن تما عرفتهم لا علاقة، يعني تافهين.
قبل ما نجي بلاتي محد بدات الهضره. هما الناس قبل ما نجيو فاش كنت كنشوفهم غير في التليفون وعرفت انهم مشاركين معنا جايه واخده عليهم فكره بانهم لا علاقه ياك. الا شدينا وجبنا في الايام لقيتها بان فيها الترافيك سديت عليها. وانا كنت شي انا كنت سمعت هضرتك من الاول ما طاحش فاش تحت. انا النهار الاول ما عرفتش فاش في الكونفرساسيون قلت لكم عرفتها معنا ما نمشيش. شي نهار الاول اللي شفت مرتي الكونفرساسيون ديالها كاينه عندنا في بروفيل الكونفرساسيون ديال العروسه قلت لكم عرفتها معنا ما نشاركش في الاول. قلت لها علاش؟ على الشيطان. قلت لها على الشيطان ما كتعرفيش البنت على الشيطان. فاش جينا لهنا قالت لي انا مسينياليها ومبلوكيها في تيك توك وفي فيسبوك باش ما تطلعش ليا. قلت لها على الشيطان داك الشباب لي ريزو سوسيو بوحدهم. فاش جينا لهنا حنينا عليها. عجبتني. اولا بغيت نفهم علاش كتكلمي على المحتوى ديالهم، وشكون اللي عطاك الحق تعطي رايك فيهم كاشخاص امام الاخرين وهما ما طلبوهاش منك. يعني ممثله تونات جايبه حكم مسبق وكتعامل بسميه منذ البدايه مع طنجه على اساس هذاك الحكم، وقالت بانها هي ما عطاتش فرصه لطنجه باش تتكلم معها في شي حد، حيت هي عرفت ايمان فيها الخواض وسدت عليها. انا بغيت نقول لك الا رديتي البال راه شعوركم هنا متبادل. انا لاحظت بلي حتى هي كتجنبك وما كتبغيش تخلق معاك حوار، لانك كتهاجميها وكتبغي تخلقي الصداع معها باش تبان غلطه. كان والد كيشجع والله يطيحني وبلقتني قال لي شنو في الاول؟ في الاول كتتزرق. انا في التوازن نذكر واحد الحال في التوازن عاد اللي عنده لا بزاف عليك شوف كنشوف كنقول شوف مخرج انا دابا طيحت. وزيد عليها طيلة البرنامج عمرنا سمعناها قالت عليك شي حاجة، ولكن انتي تنمرتي على أسنانها في واحد الفيديو اللي استنكروه المغاربة كاملين. يعني انتي كديري إسقاط الأحساس ديالك تجاهها عليها هي. ونزيدوا لقدام، الداخلة لمح باللي مراتو كتشوف باللي المحتوى ديال إيمان في التيك توك تافه ودون المستوى، ومراتو دايره له سينيال وبلوك وقالت ليه كون عرفتها مشاركة ما نجيش. قلت لكم عرفتها معنا ما نمشيش. شي نهار الاول اللي شفت مرتي الكونفرساسيون ديالها كاينه عندنا بروفيل الكونفرساسيون ديال العروسه قلت لكم عرفتها معنا ما نشاركش في الاول. قلت لها على الشيطان. قلت لها على الشيطان ما كتعرفيش البنت على الشيطان. فاش جينا لهنا قالت لي انا مسينياليها ومبلوكيها في تيك توك وفي فيسبوك باش ما تطلعش ليا. قلت لها على الشيطان داك الشباب لي ريزو سوسيو بوحدهم. علاش هاد التفكير؟ محتواها وحياتها كيخصوها هي، وانتم كمشاركين جايين للبرنامج باش تسابقوا وتربحوا، ولكن شخصنتوا الامور وجعلتوا من ايمان مشكل، في حين انه ما عندها حتى تاثير على سير البرنامج واللعبه. وهذا هو الغريب، انتم خفتوا ان الناس تربطكم بمحتواها السطحي، في حين انتم خلقتوا محتوى اكثر اثاره للشوشره والانتقاد في دار العرسان واللي شافوا العالم، ورجعتوا سيره على كل لسان. وزيد عليه الداخله في نفس الوقت قالت لتونات كنت ديت على هضرتك اللي قلتي لي على ايمان ما نوصلوش لهذا الشيء. انا كنت سمعت هضرتك من الاول ما طاحش فاش تحت. انا كنت سمعت هضرتك من الاول ما طاحش فاش تحت. يعني تونات من البدايه حاطه ايمان في راسها وكتعوج عليها المشتركين، والداخله فضحتها. يعني كلهم ضد إيمان قبل كاع ما يبدا التنافس. وزيد عليه الداخلة قالت لتونات إيمان كانت كتقيل تهضر فيك، أنا بالنسبة ليا جابوا التعادل، كل وحدة دارت النميمة على الأخرى، وانتي الداخلة بقيتي وسطهم. يعني تانتي اعترفتي على راسك بطريقة ضمنية بأنك طرف في النميمة اللي وقعت. من بعد جبدوا موضوع أن برنسيسا وصلت الهضرة لفاس باللي الداخلة طلبوا منها تضرب فاس بالساروت. الداخلة وفاس تواجهوا، وبرنسيسا قالت بيمكن فهمت غلط، يمكن باش تطفي المشكل حيت ما كانت باغيه مواجهه، ولكن ملي نض الصداع اكدات في وجه الداخله باللي الداخله قالوها. والصراحه 50% ديال الشك عندي انهم يقدروا يكونوا قالوها وما كانش الغلط في الفهم، لانهم داروا نفس النهج ملي طلبوا من طنجه يضربوا بالساروت الفلك الاخرى. وفي الاخير عماد وإيمان خاصكم ضروري تشوفوا كوتش اللي يعلمكم تدافعوا على راسكم بدون انفعال وتقويوا شخصيتكم وتفرضوا احترامكم على الآخرين. وإيمان خاصك ضروري تخدمي على طريقة كلامك ونبرة صوتك، لأنك كتصبحي مستفزة في بعض الأحيان غير من خلال هدرتك، وهذا الشيء اللي كيخلي كل شيء كرهك. في هذا الفيديو ما زدنا حتى حاجه من عندنا وما بغيتش ندير حتى تحليل، حطيت غير داكشي اللي داز في الفيديوهات بدون زياده او نقصان باش كل واحد يكون قناعته بنفسه. إلا نسيت شي نقطة حطوها في لي كومونتير نتناقشوها. اش بان لكم في هادشي كله اللي وقع؟ واش هاد العناصر اللي عطيتكم كافيين باش تبان الحقيقة؟ كتبوا لي في لي كومونتير، ديروا لايك، اشتراك وبارطاجيو هاد الفيديو باش كل شي يعرف الكواليس ديال الحقيقة. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في الفيديو الجاي.